السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم على نوع تاني من أنواع التكرار. احنا في الأول اتكلمنا عن وايل لوب، قلت إن أنا بدل ما أكرر الكود ده 10 مرات عشان عايز أطبع من 0 ل9، لا ده أنا هكتب الوايل لوب بتاعتي دي، أستخدم الجمل أو الأساليب التكرارية في البرمجة عندنا في السي، بحيث إن أنا أقدر أكرر الكود ده كذا مرة من غير ما أكتب كتير. طيب في عندنا نوع تاني من أنواع التكرار اسمه دو وايل لوب. خلينا في الأول كده نراجع على الوايل بكل بساطة. انا قلت الوايل بتاعتي هنا بمعنى اصح بالعربي عندنا ما دام الكونديشن اللي هنا ده صح، ما دام ما بين الاقواس اللي هنا دي صحيح، ابدأ ان انت ادخل لي واعمل لي ما بين الكيرلي بريسز اللي هي الاقواس اللي هنا دي. يبقى طول ما اللي هنا ده صح اعمل لي الكلام ده، يعني بمعنى اصح هو مش هيخش هنا الا لو اللي هنا ده صح. تمام. فانا قلنا في اخر الحلقه اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا لو الاكس دي حطيت هنا كونديشن غلط، قلت ان الاكس دي اكبر من العشرة، وانا عندي الاكس في البدايه عندي بصفر، فلو جيت قلت له واي الاكس اكبر من 10، لا هي الاكس عندي مش اكبر من 10، فبالتالي مش هيدخل هنا اصلا. فاكن اللوب ده مش موجود، مش هيدخل ما بين الاقواس اللي عندي دي. يبقى هو بيدخل ما بين الاقواس اول ما يلاقي الكونديشن ده صح. نركز تاني كده عشان الكلام ده يعني هيبقى عكس حاجة هنتكلم عليها كمان شوية. قلنا هو هيخش ما بين الأقواس دي، يعمل الكود اللي ما بينها لو الكونديشن اللي هنا صح. الكونديشن اللي هو نكتب هنا كونديشن كده، لو الكونديشن اللي هنا صح. طيب خلينا نقول 1 او 0. هو على فكرة 1 يعني true و0 يعني false. فانا قلت له وايل 0، لو جيت قلت له وايل 0، تعال نجرب كده. وايل 0 يعني وايل false بمعنى صح. مفيش حاجة اسمها كده، او لا احنا حاطين قوس زيادة. تعال نجرب تاني. سبحان الله ده هيرن. طيب كويس جدا رن، بس ما دخلش هنا، ما عمليش برينتر ولا قيمه للاكس، لان الكونديشن اللي عندي هنا بزيرو. زيرو يعني فولس، انا ما ينفعش اكتب فولس كده في اللغه الا لو انا هعرف فوق يعني ايه فولس. يعني مثلا ممكن اقول كده، آه ممكن نقول مثلا انت فولس بتساوي زيرو. انت فولس بتساوي زيرو، ونكتب هنا فولس. يعني انا كده بدل ما اكني عملت true false، تعبير تاني للصفر، ونقول انت true بتساوي 1، بحيث ممكن اعوض عن الواحد والصفر بالمنظر ده بترو او فولس. نيجي نعمل رن، برضو نفس الفكرة. طيب لو انا عندي كود بعد الوايل، مثلا هكتب هنا اي كود، هيبدأ يكتب لي الكود بتاعي ده. طيب عايزين نعرف الدو وايل عشان ما نطولش. احنا كده فهمنا الوايل لوب بتاعتنا. نيجي نعمل الدو وايل لوب بتاعتنا. نكتب هنا كده، ده السنتكس بتاعها. دو اعمل لي الاقوات دي طول ما وايل مثلا اكس اقل من 10، وبنحط هنا سيمي كولون. خلي بالك عشان في الدو وايل بنحط سيمي كولون، ما تنساش. ده المنظر بتاع الدو وايل، وده المنظر بتاع الوايل العادي. ايه الدو وايل هنا؟ بقوله اعمل لي الاكواد اللي هنا دي اللي انت هتشوفها دي، مثلا برنت اف. تعالوا ناخد نفس الاكواد بتاعتنا اللي فوق بالمنظر ده، نحطها هنا. يبقى انا عايز اقول له دو اعمل لي الكلام ده طول ما الاكس اقل من 10. فلو جينا نطبع الكلام ده، خلينا نحط هنا باك سلاش ان، ونحط هنا باك سلاش ان. المفروض ان هو هيطبع لي من 0 ل9 بالمنظر ده، 0 1 2 3. طبعا هو هنا احنا في اللي فوق وايل فولس، فما دخلش اصلا هنا، ما شافش الكلام ده اصلا، لان انا قايل له وايل فولس او قايل له وايل 0 بمعنى صح. وبعد كده خلاص طلع من اللوب ده، لان هو لقى ان الكونديشن مش تمام. بعد كده دخل هنا عمل دو، بعد كده عمل وايل. لحد دلوقتي احنا عملنا نفس الحاجه. يعني لو جيت هنا خليت لك دي ترو بالمنظر ده، وجيت ارن البرنامج بتاعي، بسم الله، في عندنا حاجه غلط. هيفضل يطبع. بص المنظر اللي هيحصل قدامك ده، هيفضل يطبع 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 يطبع. مينفعش ان انا اقول وايل ترو.
ليه وايل ترو؟ معناه ان الكونديشن ده هيفضل صح، فهيفضل يطبع الاكسات يطبع الاكسات يطبع الاكسات، مش هيسكت. لو انت عايز تعمل هاكر بقى وبتاع وكده، اعمل الحركه اللي انا عملتها دي. يبقى انت ده اسمه انفاينايت لوب، هيفضل يلوب 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 يلوب، مش هيقف، هيفضل يطبع ارقام. لو فضلنا سايبينه كده مش هيسكت. طيب هو هنا كده مش هيطلع ما بين دول، مش هيطلع ما بينهم، مش هيشوف اصلا بقيه الاكواد اللي عندك. فلازم تحط هنا حاجه محدوده، حاجه بتقف بعد فتره معينه. فخلينا، هو لسه مكمل ما بيقفش، وصل ل50,000 اهو، خلاص نخرج منه. طيب هنشيل ترو دي ونقول وايل اكس اقل من 10 زي ما كنا عاملين في اول مثال خالص في الوايل، ونبدا نرن. طبعا لي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب ليه ما دخلش في اللوب التاني؟ لان انا لو جيت كتبت هنا برنت اف بالمنظر ده برسنتج دي، قلت له الاكس بتاعتي، ركز معايا كويس جدا، هو بكل بساطة مسك اللوب، دخل الاكس بتاعتي اقل من 10، فضل يطبع من 0 لحد وصل لحد 9. المهم مجرد ما وصل لحد 9 ايه اللي حصل؟ خرج من اللوب والاكس بتاعتي قيمتها ب10، عشان كده خرج من اللوب. فلما جيت طبعت الاكس بتاعتي اداني 10. طب ايه ال10 التانية دي؟ ال10 التانية دي هي فكرة الدو وايل بقى اللي هتحصل معانا. لو جيت انا عملت لك هنا باك سلاش ان كده بالمنظر ده، خلونا نخرج ونعيد تاني. ال10 اتطبعت مرة واتطبعت في اللوب اللي بعد كده. المفروض ان اللوب الاول طلع منه بسبب ان الاكس بتاعتي بتساوي 10. طب ازاي دخل في اللوب التاني والاكس عندي اقل من 10؟ اصلا الكونديشن بتاعي او الحاجة اللي بتخليه يعمل اللوب اصلا بفولس، اصلا مش صح. فازاي دخل هنا؟ هي دي فكرة الدو وايل. دو وايل بينفذ الكود مرة واحدة على الاقل، لازم ينفذ الكود مره واحده على الاقل. بمعنى هيخش لما نيجي نشوف السيكونس بتاعه كده، هيخش انا دلوقتي داخل هنا الاكس بتاعتي بتساوي 0، خرجت من الكلام اللي فوق ده الاكس بتاعتي بتساوي 10. طيب هنيجي نخش هنا، هيشوف دو، يقوم يعمل الكلام ده، فهيجي يشوف الاكس بتاعته، فهيطبع الاكس ب10 لان انا خارج من الاولاني اللي فوق ده، خرجت من هنا، مجرد ما خرجت من هنا اداني الاكس ب10، فهيجي هنا يطبع لي ال10، بعد كده يخلي لي الاكس 11، بعد كده يبدا يتشيك على الكونديشن، هل ال11 دي اقل من ال10؟ لا، فما يطلعش تاني للدو. يبقى الدو بيعمل الكود مرة واحدة على الأقل، الدو بيعمل الكود مرة واحدة على الأقل. الوايل مش بيعمل الكود إلا لما الكونديشن دي تكون ترو، لازم يبقى الكلام اللي هنا ده تمام عشان يبدأ يخش يعمل الكود بتاع التكرار. طيب هنا في الدو وايل بيعمل الكود بتاع التكرار مرة واحدة على الأقل. امشي كده تتبعه كده، هو بيقول له دو اعمل الأول كده، بعد كده اعمل تشيك على الكونديشن. فوق بيتشيك على الكونديشن، بعد كده بيعمل الكود، تحت بيعمل الكود، بعد كده يتشيك على الكونديشن. عمل تشيك على الكونديشن لقاه مش تمام، بعد ما عمل اول طبع مره واحده على الاقل، او عمل الكود اللي هنا ده مره واحده على الاقل، يقوم يعمل ايه؟ يخرج خلاص من اللوب ده، اكن اللوب بتاعه ده مش موجود، اكن الدو دي خلاص مش موجوده، ويبدا يكمل هنا ايه؟ النكست كود. لو كتبت كده النكست كود، نكست كود. طيب بستخدم حاجه زي كده في ايه؟ دو وايل. يعني اللي فوق دي مثلا عرفنا قلنا استخدام بسيط جدا ليه. لو انا عايز اطبع من 0 ل9، عايز اطبع ارقام كتيره جدا، بدل ما اقعد اكرر كتير، بستخدم الوايل، ودي منطقيه جدا بالنسبه لنا. طب التانية دي يعني الدو وايل ايه لازمتها يعني ليه عملوا حاجه اسمها دو وايل؟ ما كان كفايه الوايل يعملوها. هقول لك ليه عملوا الدو وايل. خلينا نشيل الكود اللي فوق ده، ملوش لازمه خالص، وخلينا نشيل الدو وايل اللي هنا دي، ونشيل الكونديشن. طيب دلوقتي انا عايز اليوزر بتاعي اقول له مثلا ادخل عمرك، عايز يديني السن بتاعه، فبكتب انت ايج هنا بالمنظر ده بيساوي مثلا باي ديفولت هديله قيمه 0، او مش لازم اديله قيمه، احنا هنعمل له سكان. تمام. وانا عايز اعمل سكان اف هنا بالمنظر ده برسنتج دي، وبعد كده هنا هعمل امبرساند ايج. بعد ما عملت امبرساند ايج معناه ان هيحطوا اليوزر هنا هيتدخل عندي. فعايزين نعمل برنت الاول، نحط هنا بليز انتر valid age. يعني ايه valid age؟ يعني حط لي رقم منطقي للسن بتاعك. طيب ايه اللي هيحصل لما اجي اعمل الكود ده؟ خلينا نشيل الدو وايل دي دلوقتي. هاجي ارن البرنامج بتاعي بالمنظر ده،
هيقول لي بليز انتر يور ايج، اقول له 20 مثلا وخلاص مفيش مشكله، اخد السن بتاعي. طب افرض انا جيت قلت له ان السن بتاعي مثلا، لما جيت رنيت هنا كده قلت له السن بتاعي بسالب 10 مثلا، في حد السن بتاعه بسالب 10 برضه هياخده مني، هو ما عندوش مشكله، هو مش فاهم ان انا باخد منه سن. فانا بعمل حاجه اسمها فاليديشن. يعني ايه بعمل فاليديشن؟ يعني بتاكد ان الحاجه اللي هو بيديها لي دي، الداتا اللي بيديها لي، الانبوت اللي بيديه لي ده انبوت صحيح او منطقي. فبعمل ايه انا كبروجرامر؟ بكتب ايه؟ بستخدم حاجه اسمها دو وايل. فاقول له ايه؟ دو اعمل لي الكلام ده بالمنظر ده كده، اعمل لي الكلام ده طول ما وايل الاكس بتاعتي اصغر من الصفر. بمعنى اول حاجه تعالوا نتتبع الكود كده. انت ايج، عرفنا ايج خلاص، حجزنا له مكان في الميموري. طيب دو اعمل لي الكلام ده، فيخش يبرنت يقول لي انتر يور ايج، بعد كده اعمل لي سكان، اديته قيمه، طبعا هنا مش اكس هنا ايج، فاديته قيمه للايج بتاعي، اديته رقم اكبر من الزيرو، خلاص تمام هيخرج من اللوب، هيجي يتشيك على الكونديشن يلاقي ان الرقم ده اكبر من الزيرو فخلاص. طب لو لقى الرقم اصغر من الزيرو يقوم يطلب مني تاني، يفضل يطلب يفضل يطلب. بس انا هنا ليه استخدمت دو وايل؟ لان انا بحتاج على الاقل مره واحده اطلب منه. ما ينفعش ان انا اقول له لو الايدج اصغر من الزيرو من غير ما اخده منه. يعني لو انا جيت هنا استخدمت الوايل العاديه، قلت له وايل ايدج اصغر من الزيرو، اعمل لي الكلام ده بالمنظر ده كده. هل الكلام ده منطقي؟ هو كده كده اصلا الايدج ده انا ما خدتلوش قيمه، ما عنديش قيمه للايدج، ما عنديش سن، لسه ما خدتش السن من اليوزر. فهيجي هنا يشوف الايدج مش هيلاقي له قيمه اصلا، فمش هيخش هنا، مش هيخش اصلا هنا، فبالتالي مش هيطلب منه اصلا ولا هياخد منه الرقم. بس انا هنا استخدمت الدو وايل. ليه استخدمت الدو وايل؟ لان انا محتاج الكود ده يتنفذ مره واحده على الاقل، محتاج ان انا اطلب منه مره واحده على الاقل. حط الرقم صح، خلاص يا عم مش هعمل لوب، مش هطلبه منك تاني. حطيت الرقم غلط هيقعد يطلب مني. فتعالوا نجرب الكلام ده. احط هنا مثلا رقم، احط هنا -50، -50 هيطلب تاني. حط -20 هيطلب تاني. حط -10 هيطلب تاني. طيب حط 0. هل ده منطقي؟ هو قبل الزيرو هنا، لا، يبقى انا كده الفاليديشن بتاعي ده فيه مشكله. فاقول له وايل ايدج اصغر من او يساوي 0، ما ينفعش الايدج بتاعي بزيرو. بالتالي لو جيت عملت ران هنا كده وقلت له الايدج بزيرو، هل هيقبل؟ مش هيقبل. -5 هل هيقبل؟ لا مش هيقبل. -10 هل هيقبل؟ لا مش هيقبل. وهيفضل يديني ايه اللي بيحصل. تعالى نتتبع الكود كده جنبه اهو. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه دخل عمل الكود مره واحده، فقال لي بليز انتر فاليد ايج، فقمت اديته 0. جاي تشيك هل الايج اللي هو دلوقتي عندي قيمته 0 بيساوي 0 او اقل من الزيرو؟ بيساوي 0. يقوم يطلع تاني يعمل الكود ده تاني، يطلبه تاني بليز انتر فاليد ايج، وهكذا يفضل يعمل كده لحد ما انا اديله قيمه صح. فهديله 40. لو الايدج بتاعي ب 40 خلاص هو عرف ان سني ب 40، هيجي يتشيك هل ال 40 دي اصغر منها وبتساوي 0؟ لا، يبقى خلاص مش هيطلع تاني يكرر الكود ده. طيب برضو حاجه كمان ممكن نعملها زياده كده بسيطه. هل السن ممكن يعدي ال 100 ال 100 مثلا؟ محدش سنه فوق ال 100 اظن في الزمن ده الا ناس نادره جدا. يبقى نقول له اور او الايدج اكبر من ال 100. يبقى دلوقتي هو هيفضل يطلب مني ان انا احط الايدج لو اصغر من الزيرو، تمام، او بيساوي 0 او اكبر من 100. فلو جيت قلت له انا سني مثلا، يطلب سني كده بالمنظر ده، قلت له انا عندي 320 سنه، في حاجه اسمها عندي 320 سنه، بيقول لي انتر فاليد ايج، قول لي ايج صح. جاي تشيك اخد ال 320 دي، هل ال 320 دي اصغر من او تساوي الزيرو؟ لا، هي اكبر من الزيرو، مفيش مشكله. طيب يبقى اللي هنا ده ترو. طيب اور يبقى لازم عايز الشرط اللي جنبي ده، هل الايج بتاعي 320 ده اكبر من ال 100؟ اكبر من ال 100، خلاص يبقى انا لسه مضطر، طالما هنا اداني واحده من دول بترو، طالما واحده من دول لسه بترو يبقى يطلع يكرر الكود اي واحده من دول. طب لو عملت اور وقمت حطيت حاجه كمان ايا كانت هي ايه، برضه نفس الفكره، طالما في حاجه ترو وعندي اور يبقى لازم يطلع يكرر الكود. حاجه كمان عايزك تعرفها بسيطه جدا بالنسبه للوايل. لو جيت هنا عملت بكل بساطه حاجه اسمها int
دي زولتنا جامد اوي في هندسة. انت اكس بتساوي 0، عندي الاكس بتاعتي بزيرو، فحاجة اقول وايل اكس اعمل لي كذا. طيب وايل اكس دي معناها ايه؟ printf x does not equal 0. يبقى خليك فاكرها كده، لما اجي اقول لك وايل اكس معناها طول ما الاكس مش بتساوي 0 اطبع لي ايه؟ ان هي مش بتساوي 0. تمام؟ طيب بعد كده انا جيت هنا كده، بعد ما عملت كده خليت الاكس بتاعتي، هو كده كده مش هيخش اصلا لان الاكس بتاعتي بتساوي 0. يبقى وايل اكس معناها اكس مش بتساوي 0، فلو جيت عملت بيلد ورن كده ما طلعليش حاجه اصلا، وده منطقي لان انا دخلت بالاكس بتاعتي 0. اللي انا عايزك تعرفه ان المنظرين دول equivalent. لما اجي اقول لك وايل اكس as I say مثلا ان وايل اكس لا تساوي 0. حلو الكلام؟ طيب لو انا جيت قلت لك while not x اكني بقول ايه؟ while x تساوي 0. يبقى المنظر ده هو المنظر ده، والمنظر ده هو المنظر ده. ممكن احط هنا if، يعني ممكن هنا دي تبقى if ودي تبقى if، يبقى عندنا سواء while او سواء if يبقى تمام مفيش مشكله. لو قلت لك if x معناه لو الاكس مش بتساوي 0. طيب لو قلت لك if not الاكس معناها لو الاكس بتساوي 0. تمام؟ او لو قلت while نفس الكلام. دي ملحوظه كانت مهمه جدا ان انت تكون عارفها. شكرا لكم واتمنى تكون حلقه مفيده.